دابا المشكل الكبير اللي تيعانيو منه بزاف ديال الناس هو انهم كيخدموا تيتعبوا، ولكن في اخر الشهر كيكتشفوا انهم ما بقى عندهم والو، وكيبقاو يسولوا فين مشاو الفلوس ديالنا من بعد صرف. الحقيقه ان الفلوس ما كتمشيش غير هكا، ولكن الا ما عندكش واحد النظام مالي واضح للتعامل مع الفلوس غادي تضيع لك فلوسك بلا ما تحس. اليوم وفي هذا الفيديو غادي نهضروا على نظام مالي واضح، وهو النظام 75 15 10، باش تضمن ديما انك غادي تكون في واحد الامان مالي. غتقول لي كيفاش؟ بغيتك دير 3 ديال الصناديق ماليه مختلفه، بمعنى اخر بغيتك دير 3 الحسابات بنكيه مختلفه، وبهذه الطريقه اي فلوس دخلات ليك غادي تقسمها على 3 ديال البلايص. 75% من هذه الفلوس غادي تصرفها، 15% من هذه الفلوس غادي تستثمرها، و10% من هذه الفلوس غادي تخبيها. غادي تقول لي وعلاش غندير هذا التقسيم كامل؟ لان الفلوس اللي كانت كلها في حساب واحد كتصرف بلا ما تحس، ولكن ملي تتفرقها كتولي تعرف بالضبط شحال عندك وشحال خاصك تخلي ديما على جنب، وباش ما طيحش في الفخ ديال الصرف الفلوس ديال الاستثمار بالغلط، ولا استعملت المدخرات ديالي بلا ما نعرف. هذه الفكره بحال الطريقه اللي تتعامل معها الحكومه في جمع الضرائب. قبل ما يوصلك الصالير ولا الراتب الحكومه تقطع الضريبه من ديالك مباشره. عرفتي علاش؟ حيت الحكومه اللي خلاتك تصرف من بعد غتجي تخلص، غادي تلقى راسك ما عندك والو. نفس الفكره اللي خاصك تطبقها على راسك. كاينه قاعده سهله وممكن تتبعها، وهي الخطه ديال 75 15 10. 75 من الفلوس اللي تدخلك هذه حد الاقصى اللي يمكن لك تصرفها على الضروريات زائد واحد الرفاهيه معقوله، و15% خاصك تستثمرها في شي حاجه اللي غتجيب لك الفلوس اكثر في المستقبل، و10% هو الحد الادنى اللي خاصك تخبيه كمدخرات، حيت الازمات تقدر تجيب بلا مقدمه. ربما غتقول لي راه صعيب عليا نعيش انا دابا ب 75% من الدخل ديالي وانا اصلا تنعاني دابا. ولكن فكر في هذا السؤال، الا الحكومه غدا قررت ان تزيد عليك في الضرائب شنو غادي دير؟ تقدر غادي تشكي وتبكي شويه، ولكن في الاخر غادي تلقى الحل، حقاش لما خلصتيش غادي تمشي للحبس. خاصك دير نفس الشيء مع راسك، خاصك تفرض ضريبه على راسك باش تحمي مستقبلك المالي. قانون ولا تقسيم 75 15 10 خاصك دير التقسيم اوتوماتيكيا. معظم الابناك دابا كيعطيوك امكانيه باش تبرمج تحويلات اوتوماتيكيه بين الحسابات ديالك، يعني الا كنتي عارف شحال تشد ولا شحال تدخلك كل شهر برمج البنك ديالك باش تفرق الفلوس اللي تجيك اوتوماتيكيا. واللي مهم بزاف دابا هو خص يكون عندك واحد الحساب بنكي خاص غير بالمدخرات تخبي فيه شويه الفلوس. هاد الفلوس يكونوا لدوير زمان باش تحمي راسك في حاله فقتي خدمتك ولا مرتي الله يستر ولا وقع لك شي مشكل غير متوقع. هاد الحساب خاص يكون فيه بين 3 شهور حتى 12 شهر من المصاريف ديالك على حسب وضعياتك الماليه. الا كنتي باقي صغير وما عندكش مسؤوليات كبار تقدر توفر قل، ولكن الا كانت عندك مسؤوليه وعندك عائله خاصها تكون عندك مدخرات اكثر، حيت ما تقدرش تاخذ نفس المخاطر. الا كنتي تتعاني ماديا الحل هو تزيد في الدخل ديالك. ولكن غتجي وتقول لي هو كيفاش انا غنزيد في الدخل ديالي؟ اولا هو انك تطلب زياده في الاجره، ولكن خاصك تعرف كيفاش تطلبها بواحد الطريقه احترافيه. ما تمشيش عند المدير ديالك وتقول لي شوف هاي بغيت زياده في الاجر حيت عندي مشاكل ماليه. لا بالعكس، خاصك توريه بالقيمه اللي تضيفها للشركه وتعطيه الاسباب مقنعه باش يزيدك في الصالير. جوج، طور المهارات ديالك. كل ما كانت عندك ولا كل ما تتعرف واحد المهاره مزيانه كل ما كانت عندك فرصه احسن باش تحصل على خدمه باجر مزيان. 3، دير خدمه جانبيه. تقدر تخدم خدمه جانبيه بحال فريلانسين، التجاره الالكترونيه، دروس خصوصيه، واي نشاط يقدر يجيب لك واحد المدخول اضافي. ولكن راه بزاف الناس كيعتقدوا انهم لزاد المدخول ديالهم المشاكل الماليه ديالهم غادي تحل، ولكن الحقيقه الا ما عندكش واحد النظام خاص بالفلوس ديالك غادي تلقى راسك تتصرف اكثر من قبل. كاينين بزاف الناس كيدخلوا اكثر من 100,000 دولار سنويا ولكن باقي مفلسين عندهم حتى ريال، حيت كل مره تزاد الدخل ديالهم كيتزاد المصاريف ديالهم. ولكن دابا بما ان عندك واحد النظام مالي محكم، اي زياده في الدخل هذا تعني انك غادي تصرف شويه اكثر، ولكن غادي تخبي وتدخر اكثر وغادي تستثمر اكثر. الا كنتي باغي تزيد الدخل ديالك تقدر تخدم خدمه جانبيه ولا تبدا واحد المشروع صغير ولا تلقى طريقه اخرى للربح اضافي. ولكن ديما دير في بالك الهدف تكسب وتربح فلوس اكثر باش تستثمر اكثر وتخبي اكثر، ماشي باش تصرف اكثر. كاين بزاف الناس اللي تيقولوا لك ولكن انا عندي كريدي عليا ديون، كيفاش غنتعامل مع الكريدي اللي عليا؟ هنا كاين سؤال مهم هو اللي تيسولوه هاد الناس، واش خاصني نستثمر ولا نخلص الديون اللي عليا؟ الاجابه تعتمد على النوع الكريدي ولا الديون اللي عندك. اللي خاصك تعرف ان الديون هو اكبر عدو للاستقلال المالي. لكن انت غارق في الكريديات خاصك تخدم على خطه ذكيه باش تخرج منها بسرعه، والخطوات باش تخرج من الديون كاينين بزاف، بحال مثلا جمع جميع الديون اللي عندك وتكتبهم، جميع الكريديات اللي تتعاني منهم مع ذكر الفوائد اللي تتخلص عليها. تخلص الكريديات اللي عندها واحد الفوائد عاليه، مثلا الا كانت عندك واحد الكريديت كارد ب 20% فائده خاصك تخلص هذا الكريدي في اقرب وقت ممكن، وما تفكرش في الاستثمار حيت الربح اللي غيجيك من الاستثمارات غادي يكون اقل من الفوائد اللي غتخلص. 3، حاول انك تفاوض على تخفيض الفائده. تقدر تمشي عند البنك او تمشي عند الشركه اللي سلفتي منها وتطلب منهم تخفيض نسبه الفائده ولا يمدوا لك المده ديال الاداء باش تكون عندك واحد المرونه اكبر. 4، انك تستعمل طريقه كره الثلج ولا الانهيار الجليدي. كره الثلج هي انك تسدد ولا تخلص اصغر الدين اولا ومن بعد تنتقل للكبر باش تحس بواحد الانجاز وتبقى متحفز. الانهيار الجليدي هو انك تخلص الدين اللي عنده واحد اعلى نسبه الفائده اولا حيت هو اللي تيكلفك بزاف. 5، انك تتفادى اي دين جديد ولا اي كريدي
كريدي جديد، ما تاخذش قرض ولا كريدي غير ضروري، وخاف تعلم تعيش على قد حالك وعلى قد الامكانيات ديالك. خاصك تفكر في المستقبل ديالك. الناس فعلا اللي ناجحين ماديا راه ماشي بالضروري تيدخلوا اكثر منك، ولكن راه كيعرفوا كيفاش يسيروا الفلوس ديالهم. ما تبقاش تفكر غير في اليوم، فكر في غدا. كيفاش تضمن انك ما غاديش تعيش حياتك كلها غير خدمه بلا راحه؟ كيفاش توصل لواحد الوضع مالي اللي يقدر يخليك تختار الخدمه اللي بغيتي بلا ضغط؟ كيفاش تبني ثروه تخدم عليه لا ما تبقى ديما حاف في الدائره ديال الصالير والمصاريف؟ الحل عندك دابا، دير نظام مالي، احترم التقسيم وزيد الدخل ديالك بواحد الطريقه ذكيه. دير 3 الحسابات البنكيه، مصاريف، الاستثمارات والمدخرات. طبق نظام 75 15 10 باش يكون عندك واحد التحكم مالي. زيد في الدخل ديالك بطريقه ذكيه وطلب زياده بناء على القيمه ديالك. حاول انك تخلص من الكريديات اللي عليك ولا اللي عندها فوائد عاليه في اقرب وقت ممكن. فكر في المستقبل ديالك وما تخليش الفلوس هي اللي تتحكم فيك. لكن انت باغي تحسن الوضعيه الماليه ديالك، التطبيق ديال هذه المبادئ غادي يبدل حياتك. ما تنساش الفلوس ما خاصهاش تكون هدف ولكن وسيله باش تعيش الحياه اللي انت بغيتي. الفلوس هي اداه قويه تقدر تبدل حياتك الا عرفتي كيفاش تستعملها. بغيتك تفكر في الموضوع ديال الفلوس بطريقه مختلفه، خاصك تكون انت اللي تتحكم فيها ماشي العكس. فكر كيفاش تخلي الفلوس هي تخدم عليك. راه ماشي ضروري تكون غني ولا لاباس عليك باش تبدا تستثمر، ولكن خاصك تعرف كيفاش تستعمل الفلوس اللي عندك. كاين افكار استثماريه كثيره بحال انك تشري اسهم ولا شركات قويه، استثمارات في العقار، انشاء مشروع صغير، تشري معدات ولا مهارات تجيب لك مدخول اضافي. الهدف تخلي الفلوس هي تخدم عليك ولا ما تبقى انت اللي خدام عليها، ولا غتبقى ديما بحال اغلب الناس اللي تيشوفوا الفلوس هي مجرد وسيله للعيش. ولكن في الحقيقه الفلوس راه هي اداه قويه تقدر تبدل حياتك الا عرفتي كيفاش تستعملها. المشكل الكبير اللي تيعانيو منه وغنقولها مره اخرى هما ان الناس تيخدموا ياك وتيتعبوا، ولكن في اخر الشهر تيكتشفوا انهم ما بقى عندهم والو وكيبقاو يسولوا فين مشاو الفلوس. الحقيقه ان الفلوس ما تمشيش غير هكا، ولكن الا ما كانش عندك واحد النظام واضح للتعامل معها غادي تضيع بلا ما تحس. ديما سول راسك علاش اغلب الناس كيبقاو في دوامه ديال المشاكل الماليه. الجواب هو ما عندهمش واحد الخطه واضحه للمصاريف، كيصرفوا بلا ما يحسبوا، كيعتمدوا على المثال. الفلوس تجي وتمشي، ما تعرفوش شحال كيستهلكوا في الشهر. الناس غالبا كيعرفوا شحال تيدخلوا ولكن ما تعرفوش بالضبط شحال تيخرجوا. الديون تتكبر عليهم، تيستعملوا بطاقه التامين والكريدي كارت بواحد الطريقه غلطه، كيتسلفوا بلا ما يفكروا في العواقب، ما كيعرفوش كيفاش يستثمروا فلوسهم، كيبقاو حافين في الدائره ديال الخدمه والصالير وما تيحاولوش يكبروا الفلوس ديالهم، والنتيجه كيعيشوا تحت واحد الضغط مالي دائم وكيبقاو ديما حافين في الدائره ديال المشاكل الماليه. اللي بغيت نوصل لك في هذا الفيديو، تعلم كيفاش تنظم الدخل ديالك، تعلم تعيش على قد حالك، تعلم تستثمر وديما يكون عندك مدخرات على جنب لمواجهه المشاكل اللي تجي على غفله، تعلم مهارات جديده، جرب وقلب على طرق تقدر تزيد بها الدخل ديالك. لا عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير لايك، سبسكرايب، شارك الفيديو مع اصحابك. سلام.